عاشقك انت اجمل حظوظه غيرك من الناس ما عاد عيدك وانت يا الغالي كل عام تمر في بالي لو من العالم ما يبقالي غيرك من الناس ما هم طلتك في العيد مفروضه غيبتك في العيد مرفوضه عاشقك انت اجمل حظوظه غيرك من الناس ما هم يا حبيبي القلب وش حالك يا قلبي ما سبلانك كل عام وهولك لحالك غيرك من الناس ما هم طلتك في العيد مفروضه غيبتك في العيد مرفوضه عاشقك انت اجمل حظوظه غيرك من الناس ما هم غيرك من الناس ما هم عاد عيدك عاد عيدك وانت يا الغالي كل عام تمر في بالي لو من العالم ما يبقالي غيرك من الناس ما هم طلتك في العيد مفروضه غيبتك في العيد مرفوضه عاشقك انت اجمل حظوظه غيرك من الناس ما هم الغلا دايم لك بداية بعد من جا ومن عدى والله انك فارق جدا غيرك من الناس ما همه من يشوفك مثل ما اشوفك بين غابيك ومكشوفك مستحيل يصد ويعوفك غيرك من الناس ما هم يا حبيبي القلب وش حالك يا قلبي ما سبلانك كل عام وهولك لحالك غيرك من الناس ما هم طلتك في العيد مفروضه غيبتك في العيد مرفوضه عاشقك انت اجمل حظوظه غيرك من الناس ما هم غيرك من الناس ما هم عاد عيدك عاد عيدك وانت يا الغالي كل عام تمر في بالي لو من العالم ما يبقالي غيرك من الناس ما هم طلتك في العيد مفروضه غيبتك في العيد مرفوضه عاشقك انت اجمل حظوظه غيرك من الناس ما هم من ملامح وجهك لقدك ما حد بحالك ولا قدك خدت كل الزين مع شدك غيرك من الناس ما هم العوادل لا يهمونك. السلام عليكم. كان هناك فتاة تدعى سلمى. عندما استلمت سلمى شهادتها الجامعية في تلك السنة شعرت بأن بابا من أبواب السعادة قد فتح لها، فكانت تحلم بالوظيفة والراتب الكبير، ولم تنسى أن تنظم حلما آخر في عقد أحلامها الكثيرة، منها زوج صالح وبيت يضج بالأطفال. المهم شهور قليلة ويأتيها خبر مفاجئ تعيينها في قرية بعيدة عن مدينتها، وظيفة لها. استبشر أهلها خيرا، فستعمل هناك لفترة محدودة ومن ثم يتم نقلها إلى مدينة بغيرها. استلمت وظيفتها وأصبحت تدرس في مجال تخصصها فترة يسيرة وتستلم راتبها الأول. كانت فرحتها كبيرة وشعورها بالاعتماد على نفسها أعطاها دفعة من الثقة والأمل، ومنذ البداية كانت تخطط وتفكر بمستقبل لا يعلمه إلا الله تعالى، والاحتياط واجب على كل حال. المهم مرت شهور وهي تتردد على تلك القرية البعيدة، فتخرج من بيتها قبل الفجر مع مجموعة من زميلاتها ولا تعود إلا بعد العصر. لم تتذمر ولم تبدي أي شعور بالتعب أو حتى الملل، فوالدتها